واحد العجينيه البنات كيحمق، هذا ضروري تحتاجوه في مائده الافطار. واحد الفطائر ودرت لكم هكا بمتويشيات بتيك كرواسون بابيون. هاد العجينه البنات كيجي رائع، غادي ان شاء الله ديما غيبقى عندكم، خصكم تسجلوه ضروري. يلا تشوفوا معايا المقادير طريقه التحضير. في واحد البول كناخذ دانون مسوس، نفس العبار ديال الكاس غادي نزيد كاس ديال الماء دافي، نفس العبار ديال الكاس غادي ندير كاس ديال الحليب، يعني راه ساهلين فهمتوني. صافي من بعد غادي ندير معلقه ديال السكر سنيده ومعلقه ديال الخميره ديال الفوريه، ومن بعد ضروري ما نخليوه يرتاح. هذا هو التفاعل الاول. من بعد كنغطيو، من بعد 10 دقائق كندير نفس الكاس زيت عاديه وكنحركوا البنات. صافي كنبقى من بعد كنبدا نزيد في الدقيق كندير هذا الابيض هذا، وكندير الملح بطبيعه الحال ما كنساوهاش. الدقيق تقريبا البنات هزت لي شي 800 غرام. انا كنبقى نخلط حتى كنحصل على واحد العجين يكون رطب شويه، ما تقصحوش العجين. وكيف ما قلت لكم هنا كنبقى نخلط. انا البنات ما كنعجنهاش مزيان، غير كنخلطها وكنسد عليها وكنديرها كزويته وكنخليها ترتاح واحد 10 دقائق، وكنمشي ندوز ندير الحشوه اللي فيها خيزو محكوك، الفلفله، البصله. هنا ديروا البنات اي عماره، ولكن هاد العماره كتجي كتحمق. شوفوا البنات انتم شحال هزات ليا ديال الدقيق، تقريبا شي 800 غرام. من بعد البنات كنسم انا بكا بهاد الاعشاب وندير الملحه والبزار. صافي ما ديروش ما تكثروش البنات، كثرة العطريه ما كتجيش زوينه، والقزبر والمعدنوس والزيتون والطون. وهنا كندير صوص حاره على حسب الاختيار. من بعد كندير واحد الحكيكه ديال الفرomاج او زعيطره. صافي البنات هاد الحشوه سجلوها عندكم، كتجي زوينه، ممكن تعمروا بها حتى البطيبيط هكا، كتجي غزاله بزاف. صافي كنبقى نحرك حتى كتوجد ليا الحشوه، ها هي كتجي بنينه. من بعد كندوز للعجين كيف ما قلت لكم. ها انتم كنعاود مره كيما كنعطي العصا. صافي ها هي من بعد ما خمرات ليا العجينه. شوفوا العجينه تبارك الله كتجي فنه، غير سجلوها البنات، وان شاء الله مره اخرى نشارك معكم حتى كيفاش ديروا بها الحلو. صافي كنبدا نخرج بهم هكا كويرات كيف ما كتشوفوا. الفيديو راه موضح، سمحوا لي الفيديو غيجيكم طويل، ولكن بغيت نشارك معكم هاد الوصفه لان غادي تعجبكم بزاف. كيف ما كتشوفوا كناخذ واحد العجينه كنكورها كبيره، كنقسمها على جوج، والاخرى كنديرها كويرات صغار، لان هذيك العجينه الكبيره غادي ندير بها لي شوستون هكا صغار او بتي بانات صغيورين معمرين مالحين، وهادو غندير بهم دي بابيون كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد كنكورهم كنخليهم يرتاحوا. هذه بالنسبه للكره الكبيره، هي اللي غنقطعها بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كنديرها بالمدلك وغنبدا نقطعها هكا بحال غادي ندير كرواسون ساهلين. صافي كنبقى نقطع بحال كشوفوا الرق، يعني وريتكم يعني ما تغلطوش وما ترقوش. صافي من بعد كيف ما هذا الشكل هذا، يعني القياس اللي بغيتو نتوما، غادي ناخذ هكا وغادي ندير الحشوه وغادي نبدا ندور عادي. المهم قبلوا عليا. صافي كنبقى ندور بحال هكايا ونحط في الصينيه حتى كنحصل هكا على بتي بان، ولا المهم سموه كيف ما بغيتو. وممكن ديروا نتوما التعمير هنا هادو ديروا بهم حتى شوسون كيجيو فنين، يعني ساهلين باش كتزوقوا شويه المائده. المهم هنا بالنسبه لدوك لي بابيون، شوفوا تبعوا معايا الطريقه. حتى كناخذ واحد القريصه وكنقرصها هكا بهذا الشكل هذا، حتى يعني كنقرصها مزيان البنات باش ما تجينيش غليظه بالمدلك. ها انتم شوفوا يعني القياس ديال الرق. صافي من بعد كيف ما كتشوفوا كنعمر بالحشوه ونضغط مزيان ونستعن بالجراره ونسد مزيان دوك باش ما يتحلوش ليا في الفران. من بعد ما كيخماروا كندهنهم بصفر بيضاء اولا كريم فريش، وكنخليهم ضروري للمره الثانيه يخماروا، وكنشعل الفران على حراره 200 درجه حتى كيسخن مزيان. ومن بعد كنخليهم كيخماروا، كندير هكا الزرارع اللي عندنا موجودين في الدار. بالنسبه للبابيون حتى هما كندهنهم هادو حتى يخماروا البنات، عاد نديرهم في الفران وكيوجدوا لينا وكيجيو بهذا الشكل، كيجيو كيحمقوا الصراحه. والعماره الحشوه كتجي غزاله البنات. كنتمنىكم تجربوها وتبارطاجيو هذا الفيديو ان شاء الله، ديريهم في النهار الاول ديال مائده الافطار. يلا بسلامه عليكم، خليتكم على خير، وسمحوا لي طولت عليكم، ومبروك عواشركم.